في مبدأ كده انا بعتمده في حياتي، انا مسميه اسمه البير مينيمم، اللي هو يعني عارف انت الماكسيمم، لا المينيمم بقى. البير مينيمم اللي انت تقدر تعيش بيه كلايف ستايل، كمصاريف، ككل حاجة، عشان تقدر تعمل اللي انت عايزه. فانت لازم عشان مثلا انت محتاج تعمل حاجة، تشتري حاجة جديدة، تبني مستقبلك، لازم تضحي بحاجات كتير جدا. تمام. ممكن في اوقات كده ساعات ببقى في نفسي في حاجه، يعني مش هقول لك مثلا اكل وشرب مع انها بتحصل كتير، بس لا انا بحرم نفسي منها عشان حاجه معينه. انا مثلا لو عايز اروح مشوار، ممكن ساعات اقسم بالله زي ما بقول لك كده، كنت مثلا اوفر تمن المترو وامشي نص ساعه او ساعه، بحيث ان انا مثلا عايز اعمل حاجه تانية معينه. انا كنت بكلمك على حته الاكل. يعني سي مثلا انا نفسي في حته فرخه، حته الفرخه دي هتكلفني مثلا 10 درهم. طب انا باكل مثلا ب7 درهم، انا بقول لك مثلا يعني عليكم على سبيل المثال. طب انا باكل مثلا ب7 درهم، طب انا عايز اوفر 3 درهم دولت هاخدهم ماشي. تمام. لو انا مثلا في مشوار هاخد المترو مثلا، او هاخد المسافه دي ماشي، مش هركب مترو. فانا باجي على نفسي وعلى صحتي عشان انا عايز اعمل حاجه لنفسي. المبدأ ده بقى لازم تعتمده في حاجات كتير جدا. مش طول ما انت ماشي عمال على بطال عمال تصرف وهيلا هوب ومش عارف ايه، لان احنا كلنا كنا بنعمل كده وما زلنا بنعمل كده. اي حاجه انا عايزها اشتريها، اي حاجه انا عايزها مش عارف ايه انا اشتريها. ممكن انا بكلمك في الوقت الغلط ان انا لسه جايب تليفون وكده، بس ده بعد صبر ومعاناة سنين. يعني ممكن يعني جبت تليفون، ده الحاجة ممكن اللي عملتها. بس لازم عشان توصل للحاجة اللي انت عايز تعملها لازم تعمل تضحيات كتير جدا. وعلى سبيل المثال مثلا انت عشان تسافر وتتغرب بره بلدك، انت بتحاول تحقق حلمك وتحاول مثلا اللي انت تعمل حاجة لنفسك وتأمن مستقبلك بس نفسيتك بتتدمر. ما يغركش هنا ممكن تلاقي الفلوس مثلا سهلة، يعني مثلا اسهل من بلدك او اسهل من مصر شوية، بس الحاجة ذات نفسها ملهاش قيمة مثلا زي ما بتعملها في مصر. وفي نفس الوقت حتة النفسية دي عمرك ما بتتعافى، واللي يقول لك غير كده كذاب. اقسم بالله اللي يقول لك غير كده كذاب. مصر مفيش احسن منها، مفيش احسن منها كعيشة. كوضع اقتصادي صعب جدا، صعب ان انت تعيشه، خاصة دلوقتي الوضع بقى اصعب بكتير. بس انا بقول لك الكلام ده ليه؟ مبدأ البير مينيمم ده انت تقدر تحقق بيه حاجات كتير جدا. ممكن مثلا انت عايز تعمل حاجة معينة مثلا بعد سنة، فانا هعيش السنة دي خلاص، انا عارف انا هعمل واحد اتنين تلاتة، ولا هصرف ولا هخرج ولا هشتري هدوم ولا اي حاجة. مجرد ان انا بس اعمل الحاجة دي بعد السنة. ولما تيجي تحط خطة او بلان وتقول مثلا بعد سنة او سنتين، السنة وسنتين بيعدوا كده. يعني انا لو ببص كده امبارح السنة اللي فاتت، يعني السنة اللي فاتت مثلا عدت هوا. اقسم بالله عدت هوا. فلازم تيجي على نفسك وتيجي على صحتك وتيجي على نفسيتك في حاجات كتير جدا، مقابل ان انت تحقق حاجات اكبر. مش بقول لك كلام تحفيزي وكده والكلام ده، انا يعني انا بحب اتكلم قدام الكاميرا، انتوا عارفين يعني. وبحب ايه يعني، مش ننصح، يعني اي حاجة هتفيد غيري بحاول اتكلم فيها. لان انا بشوف مثلا ناس كتير هو عايش مثلا كل الرفاهية، وفي ناس بتحاول تتواكب او تتماشى مع ناس مش من فئتهم خالص. يعني هو مثلا عشان لازم يبان اللي هو كول، لازم يجيب اغلى حاجة، يقعد في اغلى مطعم، يا مش عارف ايه. بص طب انت، طيب بعدين انت عملت ايه لنفسك؟ عملت ايه؟ طيب ايه اللي انت استفدته؟ ايه اللي انت طلعت بيه؟ بص لك منظرة بس مش عارف ايه. ف لازم تيجي على نفسك. يعني دي الخلاصة بتاعت الفيديو، لازم تيجي على نفسك في حاجات كتير جدا، عشان اللي هي الحاجات الصغيرة اللي هي ممكن تكاد تكون مش صغيرة بالنسبة لناس كتيرة. يعني انا بقول لك ابسط اكبر مثال، مش ابسط مثال، اللي انت تيجي على نفسك في اكل وشرب، وتحرم نفسك من حاجات انت نفسك تدوقها او نفسك تشربها، او نفسك تروح تقعد مثلا تاكل في المكان الفلاني. أنا مش بقول لك على لاكجري، انا بكلمك على مكان بيبيع فراخ مثلا، انت تجيب حته فرخ. انا كنت بقعد اقسم بالله زي ما بقول لك كده، يعني ببص للفرخه نفسي اكلها، بس ممكن يكون معايا فلوسها، بس لا في حاجات تانية اولى. فانا هاكل مثلا واجي اجي على نفسي، بحيث لحد ما انا اكون عملت اللي في دماغي. اول ما جيت كنت نفسي اشرب كوبايه شاي، كنت نفسي اشرب كوبايه كرك. فانا بكلمك الحاجات الصغيره دي لما جيت اعملها بقت كبيره جدا بالنسبه لي.
يعني ولا زالت على فكره لما انا اشرب كوبايه قهوه بره، ولا لما اشرب كوبايه كرك بره، الحاجه دي بتبسطني لان انا ما كنتش قادر اعملها في فتره من الفترات. وبالتوفيق للجميع وربنا يستر على الايام اللي جايه.